سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية المختلفة. مرحبا بكم في قناتكم AVL، القناة المختصة في مجال العقار. كنحاول ما أمكن أنني نجيب لكم أجود العروض العقارية اللي كتكون مختلفة. اليوم جيب لكم عرض اللي هو عبارة عن فيلا بصح اللي هي مبنية قديما، ولكن جايه في واحد الموقع ممتاز، وحتى لا فينيسيون ديالها فينيسيون اللي هي تقليديه، شيء اللي ما بقيناش كنلقاو بحالو. قلما كنلقاو بحال هذا الشيء اللي كنلقاو فيه الاصاله المغربيه، كنلقاو فيه اللمسه ديال الحرفي المغربي والاتقان في العمل، وكذلك واحد الرونق وكيعطي واحد الجماليه. هذا الشيء هنا دابا اللي كنصور لكم ما هو الا واحد من الصالونات اللي كاينين في هذه الفيلا. ونزيدكم الفيلا ديال اليوم والعقار اللي غادي نقدم لكم اليوم راه تيتباع بالفراش ديالو كامل، وكيتباع في وسط المدينه وفي القلب النابض للمدينه، على مقربه من شارع الجيش الملكي، على مقربه من شارع بيرانزران، جوج ديال الشوارع الكبار. فيلا مشمشه كما كتشوفوا معايا، راني مهبط ستائر من اجل انني نحجب داك الشعاع ديال الشمس باش تبان بصح الجماليه ديال هذه الفيلا هذه اللي كتجلى في بزاف ديال الحوايج. شوفوا معايا مثلا غير السقف كيفاش جا بالنقش البلدي عفوا. من هنا كنحيي جميع الصنايعيه المغاربه اينما كنتم، كنقول لكم شكرا جزيلا على هاد الابداعات، لان كل مره كندخل لشي دار كتبهرني شي حاجه. مثلا هنا شوفوا معايا الطبالي ديال الصنايعي المغربي، النجار المغربي. شوفوا معايا السقف كيفاش داير، السقف ديال بصح الصنايعي المغربي الحرفي. ومن هنا أحيي جميع الحرفيين المغاربة، حرفيين مثلا في مجال ديال مثلا هضرنا مجال ديال الخشب كما كتشوف معايا، حرفيين الا هضرنا على الناس اللي كيهضروا ولا اللي تيخدموا في المجال مثلا ديال القبص، في المجال ديال الاناره وفي الاضاءه، في المجال ديال البني، في المجال ديال الزليج، في المجال مثلا ديال الاثواب. شوفوا معايا كيفاش داير الصالون بصح المغربي التقليدي. شوفوا معايا كي جا صالون الا ديال الافراح والمناسبات، والله يدوم عليكم ديما الافراح اعزائي المشاهدين، وديما ان شاء الله بحول الله تلقاو اجود وافخم العروض مع طارق. اذا ما تنسونيش اعزائي المشاهدين بالضغط على الزر ديال الاعجاب، لربما في يوم ما يوصلكم شي اشعار وتلقاو العقار اللي كنتو كتقلبوا عليه. اذا دابا غادي نخرجوا باش غادي نوريكم فين كيتواجد هذا الصالون. هذا الصالون هذا راه كيتواجد الفوق ديال هاد الفيلا هذه، كيتواجد في السطح ديال هاد الفيلا هذه، وكما قلت لكم فيلا اللي كتواجد في الوسط ديال المدينه. هانتوما كتشوفوا معايا العمارات اللي كيتواجدوا في وسط المدينه، شارع الجيش الملكي، عندي من هنا شارع بيرانزران، وشوفوا معايا المنظر الخلاب اللي كتطلع عليه هاد الفيلا هذه. ما عندهاش الفيزافي بصح كاينه شميشه، ما عندهاش الفيزافي، عندها منظر اللي هو جد ممتاز وجد رائع. نقدر نقول لكم اعزائي المشاهدين بان العقار اللي غادي نشوفوا اليوم راه ماشي قابل غير للبيع، فكذلك فهناك امكانيه التبادل. بما معناه كانت عندك شي شقه مثلا اللي فيها المواصفات التاليه، مثلا تكون فيها واحد الشوفه اللي ما عندهاش الحاجب وتكون قريبه لجميع مثلا كنهضروا على جميع المرافق، راه هناك قابليه للتبادل. غادي نكملوا الجوله ديالنا اعزائي المشاهدين، بقاو معايا غادي نهبطوا للطابق الاول باش غادي نكملوا الجوله ديالنا، وكنقول لكم بقاو معايا. إذن سيداتي سادتي هبط للطابق الاول، مازال عندنا الطابق الارضي. كنت الفوق هبطت مع هاد الدرج هادو، انتم كما كتشوفوه الطريقه اللي هي تقليديه بلديه مغربيه. هبط للطابق الاول باش نشوفوا الفصاله ديالو. اما بالنسبه للطابق الفوقاني فيه فقط صالون اللي هو عباره بحال قاعه ديال نقدروا نقولوا ديال الاستقبال ولا صالون مغربي كبير. عندي هنا كيتفرقوا الغرف، الحمامات، ما الى ذلك. غادي نشوفوا حاجه بحاجه، وكما قلت لكم كل شيء تقليدي وكل شيء بالطريقه المغربيه الزوينه، الطريقه المغربيه اللي كتفكرنا بايام زمان وبصح بالاصاله ديالنا وبالتقاليد ديالنا. غادي نبداو الدخله ديالنا. عندنا هي هذه اعزائي المشاهدين، هي هذه ديال هاد الطابق. عندنا هنايا كاين عندنا بالكون وكيطلنا على الدخله ديال الفيلا، والفيلا راه جايه على شارع
بالنسبه للمساحه اللي عندي هنايا، المساحه اللي عندي في هذه الفيلا هذه اللي كنقدم لكم اليوم هي ديال 459 متر مربع. 459 متر مربع، فيها مساحات اللي هي ما مستغلاش، مساحات ديال الجريدات، وفيها مساحه ديال المباني. جيو تشوفوا معايا مثلا غير واحد الصالون واحد اخر عندي في هذا الطابق. هذا صالون واحد اخر، صالون مغربي، وكما قلت لكم الاثاث غادي يبقى في هذا العقار الا اشياء قليله اللي عندها علاقه مع المكان اللي الناس مالين العقار غادي يحتفظوا بها. اشياء اللي هي قليله، ما كنهضرش مثلا على صالون ولا على سيجور ولا على مطبخ، اشياء مثلا اللي مثلا كبعض الديكورات ولا بعض الاشياء اللي غادي يكون ضروري التفاهم مع الناس اللي غادي يبغيو يقتنيو هذا العقار. عندنا كما وريتكم عندي صالون هو هذا صالون واحد اخر. شوفوا معايا بالنسبه للسقف ديال هذا الصالون كي داير، رائع رائع. شيء اللي قلما كما قلت لكم كنقوم بالتصوير ديال العقارات اللي ما بقيناش كنلقاو بحال هذا الشيء هذا. نكملوا الجوله ديالنا. هذا هو الصالون المغربي كما قلت لكم بمساحه ديال 459 متر. بالنسبه للمدينه اللي اليوم كنصور لكم العقار، شوفوا معايا، شوفها من هنا. المدينه كنظن بان الناس ديال المدينه راهم عرفوا البلاصه. هنا كنتواجد اليوم بمدينه مكناس وعلى مقربه من الاراضي بمدينه مكناس. احييكم اينما كنتم اعزائي المشاهدين داخل وخارج المغرب. كنقول لكم مرحبا، الف مرحبا بكم في القناه ديالكم اللي كتبث العروض العقاريه. وتنتما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع، فنحن رهن الاشاره ورهن الخدمه ديالكم جميعا. بالنسبه كما قلت بمدينه مكناس، او بالضبط كنتواجد بكم بوسط المدينه ديال مكناس، الا وهو حمريه. هذا العقار هذا كنبثو لكم من حمريه، على مقربه من شارع الجيش الملكي، على مقربه من شارع بيرانزاران، وعلى مقربه من المصلحه ديال الماء والكهرباء اللي هي لاغاديم ديال مدينه مكناس. بالنسبه للغرف، هذه هي الغرفه رقم 1. غرف راه ممكن الانسان يدفع عليهم بزاف ديال الامور، كتبقى غرف بطريقه اللي هي. هنا عندنا غرفه ثانيه كذلك باش من الغرفه الاولى. الغرفه الثانيه هذا غرفه ديال النوم، راه مهزين الفراش كما كنقولوا. هنا عندنا سيجور. لكي لا اطيل عليكم غادي نحاول ما امكن انني نكون خفيف في التصوير ديال هذا ليطاج. عندنا هنا الحمام، حمام بالبينوار ديالو ولا البانيو ديالو، طواليت، فاسك. اما بالنسبه لهذا الباب فممكن انك تدخل حتى من بيت النعاس باش تكون اون سويت بارونتال. عندهم جوج ديال الابواب اللي هما كيدخلوك لنفس المكان. مثلا من الغرفه ديال النوم اللي هي هذه الغرفه ديال النوم الرئيسيه، هي هذه الشرجم ديالها اللي عنده اطلاله كما قلت على شارع الجيش الملكي، وعنده اطلاله. بالنسبه للشميشه، عقار اللي مشمش، ما كان لا نقاش ولا جدال من اجل اننا نهضروا على الشمس. بالنسبه كما قلت لكم هذا العقار ديال اليوم اللي تنقدم لكم راه ماشي غير في البيع، راه ممكن يكون هناك تبادل. ندوزو الامر اللي هو واحد من الامور اللي هي مهمه للناس كتسنى تسمعها، الا وهو الثمن. الثمن اللي محدينه مالين هذا العقار هو 325 مليون. 325 مليون غادي تدي فيلا في القلب النابض للمدينه، وبالاثاث ديالها اعزائي المشاهدين، بكل شيء ديالها بالاثاث ما عدا بعض الاشياء. غادي نكمل معكم الجوله ونشوفوا شنو باقي لنا لتحت في هذا العقار. بقاو معايا اعزائي المشاهدين. اذا اعزائي المشاهدين وصلت للطابق الارضي. انتم كتسمعوا معايا الصداع ديال الشارع. اذا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو بانني راني كنتواجد على واحد من اكبر الشوارع بالمدينه. هذا هو المدخل ديال هذا العقار اللي هو فيلا. حاجه اللي هي مهمه وكثير الانتباه هي ان فيها بير. ها هو البير ديالها راه بالبومبا ديالو خدام. المدخل ديال الفيلا كبير وجايب مساحه كلها دايره مساحات اللي فارغه. كذلك كاين دار ديال العساس، كاين مثلا المطبخ ثانوي، كاين بزاف ديال الامور ما تشاف. هاد الفيلا وراه عندها 4 ديال الواجهات. الميزه ديال بصح كما كنقولوا الميزه عقاريه ممتازه ديال الفيلا كما قلت ب 459 متر مربع بثمن ديال 325 مليون. وممكن يكون هناك تبادل ونقاش من اجل هذا الثمن. غادي نتساراو في الفيلا من برا. نتوما كما كتشوفوا معايا فيها اشجار اللي هي مختلفه، اشجار اللي هي مثمره، راه قاموا من القص ديالها والطي ديالها.
مثلا هذه تتبان لي شجره ديال الحامض، كاين شجر ديال الرمان، كاين ديال الداليه، ومع هادو. وشوفوا معايا الاطلاله كيفاش دايره والشميشه كيفاش دايره في هذا العقار. هنا اطلاله شموليه من الجهه من الواجهه الارضيه، كاين مسجد اللي هو قريب كما قلت لكم، مصلحه ديال الماء والكهرباء ديال مدينه بكراس على مقربه، كتحس بالهدوء السكينه. الواجهه ديال العقار هي هذه. كنتمنى اعزائي المشاهدين يكون الامور واضحه بالنسبه للامور اللي هي خارجيه ديال هذا العقار. غادي ندوز من الجهه المقابله، وكنتمنى هذا العقار فعلا، وكنتمنى على الحق انه يكتاب لاحد من المشاهدين ديالنا الاعزاء ان مدخل اخر اللي من الجهه المقابله ديال الدخله ولا ديال المدخل الرئيسي. كما قلت لكم بالنسبه هنا عندنا الغرف كتفرق، كاين الغرف اللي هما ثانويه، ممكن مثلا يكونوا غرف ديال مثلا الانسان اللي غادي يكون كيشتغل في هاد الفيلا هذه. مثلا عندنا هنايا غرفه، كاين مطبخ زائد، كاين حمامات. لا داعي باش انني نقوم بالتصوير ديال كل شيء. راه اللي بغى يشوف هاد الامور هذه بالضبط راه ممكن الاتصال والتواصل معي. كما قلت لكم قبيله كاين مطبخ ثانوي هو هذا، كاين امور اخرى كما كتشوفوا معايا. المدخل ديال العقار مره اخرى، وغادي ندخل مع بكم لاخر شيء غادي نشوفوا الا وهو الطابق الارضي. وغادي نعاود نذكركم باهم المعلومات. كما قلت لكم بالنسبه للمساحه هي 459 متر، اما بالنسبه للثمن اللي هضرنا عليه هو 325 مليون. ممكن يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض من اجل تخفيض هذا الثمن. كما قلت كاينه هناك قابليه باش انه تكون هناك مثلا تبادل ما بين شقه، الانسان يعطي شقه ويزيد مبلغ مالي متبقي، فهنا قابليه. مالين هذا العقار فتحوا لنا هذا المجال. دابا دخلت بكم الطابق الارضي باش تشوفوا معايا حتى كيفاش جات الفصاله ديال الطابق الارضي، وكذلك التجهيزات اللي كاينين والفينيسيون والتشطيب ديال الطابق الارضي. كما كتشوفوا معايا هذا هو الصالون الاول في الطابق الارضي. كما كنقول الصالون الاول لان مازال غادي نشوفوا صالون واحد اخر. شفنا غرف الفوق، شفنا صالونات، شفنا ديكورات مختلفين. في هذا الممر هذا غادي نلقى المطبخ، ومطبخ اللي فيه واحد الخاصيه جميله جدا، وانني لقيت مطبخ اللي كله مغلف بالخشب. مطبخ اللي كتظن فاش كتدخل ليه كانك في مدينه افران، او داك الديكورات اللي كنلقاوهم في المناطق الثلجيه البارده. كما قلت مغلف، وماشي حتى في السقف، حتى من السقف ديالو مغلفينو، كله دايرين له لابياج ديالو. فيه جميع التجهيزات اللي يحتاج الانسان، شي حتى من كونجيلاتور دايرين له الغلاف ديالو، كلشي دايرين له لابياج بالخشب. كاين ثلاجه، كاين لاهوت، كاين لا بلاك. كما قلت بالنسبه لهذا العقار راه تيتباع كما قلت بالاثاث ديالو وبالتجهيزات ديالو. عندنا حمام هنا، عندنا حمام واحد اخر وطواليت ودوش. وهنا بقات لنا اخر شيء غادي نشوفوه من اللي كاين هذاك الخرجه اللي وريتكم قبيله. اخر شيء غادي نشوفوه الا وهو بالنسبه للصالون، الصالون الاخير المتبقي. عقار ممتاز حقا من ناحيه الموقع، من ناحيه الثمن ديالو، راه الثمن همزه. اللي بغى يشوف هذا العقار اعزائي المشاهدين فما عليه الاتصال والتواصل معي. كنقول لكم كان معكم طريق، راه كنديروا اكثر من الجهد ديالنا باش اننا نجيبوا لكم احسن العقارات اللي تستاهلوا. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كتاب فما عليه الاتصال والتواصل معي. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله عما قريب مع طارق.